السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم فيه عن أهم كلمات اللغة الألمانية بالنسبة للمبتدئين. Der wichtigste Wortschatz für Anfänger. النهاردة هنتكلم عن أهم 100 كلمة بالنسبة لأي واحد لسه مبتدئ محتاج إن هو يتعلمهم، وأنا جايبها لكم بطريقة منظمة، كل كلمة بأداتها بمعناها بمثال بسيط يوضح معناها أكتر. خلونا نبدأ عشان ما نضيعش وقت. هنبدأ عندنا بأداة der. هنلاقي إن في كلمة اسمها تاك معناها اليوم، فالمثال عليها هنقول جوتن تاك. جوتن تاك يعني صباح اليوم. تاني كلمة معانا هي مواجن. مواجن يعني الصباح، وبنقول جوتن مواجن. جوتن مواجن يعني صباح الخير. تالت كلمة الظهيرة هي ميتاك. ميتاك وبيقولوا أم ميتاك يعني في الظهيرة. عندنا المساء باللغة الألمانية يعني آبند. آبند وبيقولوا جوتن آبند يعني مساء الخير. جوتن آبند. كرة عندنا بالألماني der Ball. Ball فيقول لك der Ball ist blau. Der Ball ist blau يعني الكرة تكون زرقاء، الكرة لونها أزرق. عندنا بدلة باللغة الألمانية يعني Anzug. Anzug ومثال عليها يقول لك ein schöner schwarzer Anzug. ein schöner schwarzer Anzug يعني البدلة سوداء وجميلة. فهنا ضفنا صفتين لكلمة بدلة اللي هي شون جميل وشفاتس يعني سودا. كلمة شهية باللغة الألمانية يعني أبيتيت. أبيتيت فالألمان لما يحبوا يقولوا لحد بالهنا والشفا بيقولوا جوتن أبيتيت. جوتن أبيتيت. مكان العمل يعني Arbeitsplatz. فمثلا يقول لك wo ist dein Arbeitsplatz؟ أين هو مكان عملك؟ wo أين ist يكون مكان عملك dein Arbeitsplatz انت شغال فين. ذراع يعني arm. فمثلا يقول لك mein Arm tut mir weh. mein Arm tut mir weh يعني ذراعي تؤلمني، ايديا بتوجعني. طبيب يعني Arzt. فيقول لك der Arzt ist noch junge. der Arzt ist noch junge يعني الطبيب لسه صبيا أو شاب صغير. أجنبي باللغة الألمانية يعني Ausländer، وهي بتعني إن شخص معاه جنسية مختلفة فهو أجنبي. فمثلا لما أحب أسألك هل أنت أجنبي أقول لك bist du ein Ausländer؟ bist du ein Ausländer؟ هل أنت أجنبي؟ حركة مرور باللغة الألمانية يعني Autoverkehr. Autoverkehr فلما أقول لك إن حركة المرور النهاردة كانت سيئة أقول لك Autoverkehr war schlecht heute. Autoverkehr war schlecht heute يعني Autoverkehr حركة المرور، war يعني كانت، schlecht سيئة، heute اليوم. انا بس بديكم امثله، انا عارف ان انا لسه ما اديتش verb sein و haben والماضي منهم البريتيرتون، ولكن بس انا بديكم امثله توضح الكلام ده كله. وان شاء الله في الحصه اللي جايه انا هبتدي اديلكم الافعال المساعده والحاجات البيزكس اللي تبتدي تخليك تكون جمله واعرفك ازاي تبني جمله للمستويات المبتدئه. طيب ده كان بالنسبه لأول حاجة معانا. طيب عندنا لسه مكملين مع أداة der. فهقول لك der Bahnhof يعني محطة القطار. Bahnhof محطة القطار. فأقول لك der Bahnhof liegt in Berlin يعني محطة القطار بتقع في برلين. لما تسألني تقول لي مثلا هي فين محطة القطار اللي هنا، هقول لك der Bahnhof liegt in Berlin. طيب جبل عندنا يعني berg. فأقول لك der Berg ist ganz hoch. Der Berg ist ganz hoch
الجبل يكون عالي جدا. Beruf يعني وظيفة، فأقول لك der Beruf ist gut، الشغلانة جيدة يعني الوظيفة دي كويسة. سوق العمل باللغة الألمانية يعني Berufsmarkt، فأقول لك Deutscher Berufsmarkt ist wunderbar، سوق العمل الألماني يكون رائع، فأقول لك Deutscher Berufsmarkt ist wunderbar. wunderbar دي صفة بمعنى رائع، يا ريت تحفظها لأن الألمان بيستخدموها كتير جدا. طيب Berufswunsch يعني الوظيفة المرغوب فيها، فأقول لك mein Berufswunsch ist Lehrerberuf، وظيفتي اللي أنا حابب أشتغلها، الوظيفة اللي مرغوب فيها بالنسبة لي تكون وظيفة التدريس، إن أنا أبقى معلم. طيب نظرة عندنا بالألماني يعني بليك، der Blick، فلما أحب أقول لك الحب من أول نظرة فهقول لك Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick يعني الحب من أول نظرة. أرضية عندنا باللغة الألمانية أو أرض يعني بودن، وأرضية يعني فوس بودن. طيب فأرض عندنا لما أحب أقول لك الأرض كبيرة أقول لك بودن ist groß. بودن ist groß يعني الأرض كبيرة. خطاب يعني بريف، فأقول لك heute hab einen Brief erhalten، النهاردة أنا استلمت خطاب، فأقول لك heute النهاردة habe أو hab بالأمجangssprache haben erhalten مع بعض يعني استلمت einen Brief خطاب، فأقول لك heute habe einen Brief erhalten، النهاردة أنا استلمت خطاب. erhalten verb معنى استلم. صندوق البريد عندنا يعني Briefkasten، فلما أحب أقول لك Briefkasten steht vor der Tür، Briefkasten steht vor der Tür يعني صندوق البريد بيقع أمام الباب، موجود أمام الباب. تمام. أخ عندنا بالجرمن يعني Bruder، Bruder، فأقول لك du bist mein Bruder، أنت أخويا، du bist mein Bruder. أتوبيس عندنا يعني بوس، فأقول لك Bus war wohl Menschen heute، يعني الأتوبيس كان مليء بالناس، الأتوبيس كان زحمة النهاردة. Bus war wohl Menschen heute، أتوبيس كان مليء بالناس النهاردة. كمبيوتر يعني كمبيوتر، كمبيوتر، فأقول لك ich arbeite am Computer، يعني أنا بشتغل على الكمبيوتر. لهجة عندنا بالألباني يعني dialect، dialect، فأقول لك dein Dialekt ist etwas komisch، يعني لهجتك غريبة شوية، لما تشوف حد أجنبي كده تقول له أنت لهجتك غريبة شوية. تسوق يعني Einkauf، فلما أحب أقول لك Einkauf ist mein Hobby يعني التسوق ده هوايتي، Einkauf ist mein Hobby، التسوق هوايتي، ده بالنسبة للسيدات طبعا. طيب عندنا Einkaufsbummel اللي هي ist gleich Shopping oder das Shopping يعني جولة تسوق. شوبينج هنا أداتها das، أنا حاططها لكم طبعا عشان تلاحظوا، ولكن حبيت بس إن أعرفكم إنك ممكن تستخدم شوبينج يعني جولة تسوق. ساكن يعني Einwohner، فلما أحب أقولك أنا عندي ساكن في المنزل ich hab einen Einwohner im Haus يعني أنا في عندي ساكن في المنزل. طيب ده كان بالنسبة لأداة der. دلوقتي هنخش على أداة das، هناخد فيها أهم برضو حوالي 35 كلمة بيستخدموا بالنسبة للمبتدئين. هنبدأ بكلمة الفطار das Frühstück، das Frühstück، طبعا هنا في أملاوت وهنا في أملاوت زي ما هي مكتوبة هنا. فأقول لك am Frühstück habe ich nicht viel gegessen يعني ماكلتش كتير على الفطار. تمام. الغداء Mittagessen، فأقول لك heute haben wir Suppe am Mittagessen،
النهاردة وعندنا شوربة على الغداء. فكلمة essen عموما بتعني الأكل وأداتها das. فزي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت ان الأداة بتيجي من الكلمة التانية. يعني لو عندنا كلمة متكونة من كلمتين، ميتاج اللي احنا قلنا عليها الظهيرة، وإسن يعني الأكل، فعلى بعض بتيجي معنى الغداء، فبناخد أداة الكلمة التانية. طيب عندنا Abendessen يعني العشاء، فأقول لك Abendessen scheint lecker. Abendessen scheint lecker يعني العشاء يبدو لذيذ. Angebot يعني عرض، فلما أحب أقول لك أنا بقدم لك عرض كويس أو جيد، أقول لك Ich bitte dir ein gutes Angebot an. Ich bitte dir ein gutes Angebot an يعني أنا بقدم لك عرض كويس. Anbieten يعني يقدم. عين عندنا بالألماني يعني Auge، فأقول لك Mein Auge ist braun. Mein Auge ist braun يعني عيني بني. سيارة بالألماني يعني Auto، فأقول لك Ich will ein Auto haben يعني أنا عايز يبقى عندي عربية، أو اللي هو عايز أشتري عربية. طفل يعني Baby، فأقول لك Das Baby ist süß. Das Baby ist süß. الطفل سكرة كده، عسل وهو صغير. وزوس هنا هوت بمعنى مسكر، فبرضو الألمان بيستخدموها مع البني آدم أو البشر بمعنى اللي هو برضو مسكر زي ما احنا بنقولها باللغة العربية. حمام يعني باد، فأقول لك واو dieses Bad ist modernisch. Dieses Bad ist modernisch يعني الحمام دوت حديث modern. صاج بالألماني عندنا يعني باين، فأقول لك mein Bein ist schon gebrochen يعني ساقي مكسورة بالفعل. mein Bein ist schon gebrochen يعني ساقي مكسورة. مكتب يعني برو أو أمت، الاتنين واحد، فأقول لك wo ist denn sein Reisebüro. wo ist denn sein Reisebüro. wo أين يكون حقا مكتب الرحلات بتاعته. Reisebüro يعني مكتب سفر أو مكتب حجوزات الرحلات. سرير يعني bed، فأقول لك haben Sie hier bitte ein Doppelbett. haben Sie hier bitte ein Doppelbett. haben يعني جت في أول الجملة بمعنى هل لديك هنا ein Doppelbett اللي هو السرير بدورين. رجاء أنا بسأل، بقول له هل لديك هنا رجاء سرير بدورين. طيب صورة بالألماني يعني Bild، فأقول لك oh das ist oh das Bild ist super. das Bild ist super يعني الصورة ديت روعة رائعة super. مركب بالألماني يعني Boot، فأقول لك das Boot ist klein aber gut. das Boot ist klein aber gut يعني المركب ده صغير ولكن جيد. طيب نخش على الصفحة اللي بعد كده ولسه مكملين في أداة داس. هقول لك خبز يعني بروت، فأقول لك بروت ist frisch يعني الخبز طازج. كتاب يعني بوخ، فأقول لك بوخ ist sehr interessant يعني الكتاب شيق جدا. سطح يعني دخ، هقول لك mein Freund und ich wohnen unter einem Dach بمعنى إن أنا صديقي وأنا بنسكن تحت سطح واحد يعني عايشين مع بعض. فأنت einem Dach تحت نفس السطح، فمعناها أو المقصود بيها إن إحنا عايشين مع بعض. ديزاين أو تصميم، فأقول لك Design der Kleidung ist super. تصميم الملابس هنا رائع. قرية بالألماني يعني Dorf، هقول لك Leben im Dorf ist ganz ruhig. Leben im Dorf ist ganz ruhig يعني الحياة في الريف هادئة جدا. رف يعني Regal Regal، فأقول لك Buch steht auf dem Regal الكتاب موجود على الرف. Buch كتاب steht auf dem Regal
موجود في الرف. Ende يعني نهاية. في مثل مشهور جدا بالألماني بيقول لك Ende gut alles gut. Ende gut alles gut يعني النهاية جيدة فكل شيء جيد، اللي هو العبرة بالنهايات. الدور الأرضي بالألماني يعني Erdgeschoss، فيقول لك Erdgeschoss ist der erste Stück. Erdgeschoss الدور الأرضي هو الطابق الأول. نتيجة يعني Ergebnis، فأقول لك was ist deine Ergebnis der Prüfung؟ ماذا تكون نتيجة الامتحان بتاعك؟ دراجة يعني Fahrrad، والاتش هنا هوت أنا أو الها أعملها silent. Fahrrad Fahrrad دراجة. Ich will ein Fahrrad kaufen يعني أنا عايز أشتري دراجة. عيد أسري يعني Familienfest. Familienfest أقول لك heute haben wir ein Familienfest. Heute haben wir ein Familienfest. شباك يعني Fenster. Fenster فأقول لك vor dem Fenster gibt es Blumen. Vor dem Fenster gibt es Blumen يعني أمام الشباك يوجد زهور. صورة يعني فوتو. صورة أقول لك oh schönes Foto. schönes Foto يعني صورة جميلة. قصيدة يعني Gedicht. قصيدة يعني Gedicht. mir gefällt dieses Gedicht يعني عجباني القصيدة ديت. mir gefällt dieses Gedicht عجباني القصيدة ديت. شعور يعني das Gefühl. Gefühl فأقول لك das ist gutes Gefühl ده شعور جيد. das ist gutes Gefühl هذا شعور جيد. فلوس أو نقود بالألماني يعني Geld. أقول لك ich hab kein Geld. ich hab kein Geld ما معيش فلوس كحال كل المصريين. خضروات بالألماني يعني Gemüse، فأقول لك im Supermarkt gibt es frisches Gemüse. في السوبر ماركت gibt es يوجد frisches Gemüse خضروات طازجة. ده كان بالنسبة لكلمات مع الأداة das. دلوقتي ننتقل لأداة دي وأهم كلمات معاها بالنسبة للمبتدئين. هقول لك نية أو قصد بالألماني يعني die Absicht. die Absicht فأقول لك das war nicht meine Absicht ده ما كانش قصدي أو ده ما كانتش نيتي. بدء السفر يعني Abreise. Abreise فأقول لك es ist Zeit zur Abreise حان موعد السفر أو بدء السفر. عنوان بالألماني يعني Adresse. Adresse فأقول لك was ist Ihre Adresse؟ عنوانك ايه؟ عنوان حضرتك ايه؟ فكرة يعني Ahnung. Ahnung فأحب أقول لك إن والله ما عنديش فكرة. حد بيسألك عن حاجة عايز تقول له والله ما عنديش فكرة، تقول له keine Ahnung. keine Ahnung. إشارة المرور يعني Ampel، فتقول Ampel ist rot يعني إشارة المرور حمراء ممنوع إنك تعدي. خوف يعني Angst، فلما أحب أقول لحد ما تخافش أقول له keine Angst. keine Angst. الإجابة يعني دي Antwort. Antwort فأقول لك deine Antwort ist falsch إجابتك غلط. العمل يعني Arbeit، فأقول لك wie gehst du zur Arbeit؟ أنت بتروح إزاي لعملك. wie gehst du zur Arbeit؟ بتذهب إزاي إلى العمل. zur Arbeit يعني إلى العمل. دكتورة يعني Ärztin، فلما أحب أقول لك إني أختي دكتورة أقول لك meine Schwester ist Ärztin. meine Schwester أختي ist تكون Ärztin دكتورة. بنك يعني Bank، فأقول لك wo ist die nächste Bank hier؟ أين يوجد أقرب بنك هنا. Beziehung يعني علاقة، فأقول لك ich bin in einer Beziehung. الألمان دايما بيكتبوها على الفيسبوك يقول لك in einer Beziehung يعني في علاقة مع شخص أو مع شيء. وردة أو زهرة بالألماني يعني Blume، فأقول لك Blume hat ein schönes Geruch. Blume hat ein schönes Geruch
الوردة لديها رائحة جميلة جدا. جروخ يعني رائحة وأداتها das. بلوزة عندنا بالجرمان يعني بلوزة، فأقول لك إيش ماك ديزه روت بلوزة، يعني أنا عجباني البلوزة الحمرا ديت. كوبري بالألماني يعني بروكة، فأقول لك wir müssen die Brücke überqueren. wir müssen die Brücke überqueren يعني إحنا لازم نعبر الكوبري، و überqueren دوت يعبر، وبيجي دايما مع كلمة كوبري. كيمياء يعني شيمي، فأقول لك شيمي ist meine Lieblingsfach. الكيمياء هي مادتي المفضلة. سيدة يعني دامة، هقول لك هلو ماين دامة لما تقابل واحدة كده، هو ست انت ما تعرفهاش او ست كبيرة، او مثلا اللي هو عايز تحترمها او تبقى جنتل، فتقول هلو ماين دامة، اهلا سيدتي. شكر يعني dankbarkeit، فلما احب اقول ihre dankbarkeit freut mich sehr يعني شكرك دوت بيسعدني كتير، انك انت قلت لي شكرا دي حاجة بتسعدني. دكة يعني سقف او لحاف، بتيجي بمعنيين سقف او لحاف، فاقول لك diese Decke ist schwer، اللحاف دوت تقيل جدا، فشفية برضو ليها معنيين، بمعنى صعب وبمعنى تقيل. مناقشة عندنا discussion، فأقول لك danke für diese schöne Diskussion، شكرا للمناقشة الجميلة ديت. لما تنهي المناقشة أو الحديث مع شخص فتقول له danke für diese schöne Diskussion. دعوة يعني Einladung، فتقول ich hab dir eine Einladung geschickt، يعني أنا بعتلك دعوة. التهاب يعني Entzündung، فلما أحب أسأل حد أنت عندك التهاب مثلا أقول له hast du Entzündung، هل أنت عندك التهاب. فراولة يعني Erdbeere، فلما أحب أقول إن الفراولة فاكهتي المفضلة أقول لك mein Lieblingsobst ist die Erdbeere. خبرة يعني Erfahrung، فلما أحب أقول لك إن أنا والله ما عنديش خبرة في المجال دوت مثلا، أو عايز أقول لك إن أنا ما عنديش خبرة، أقول ich hab gar keine Erfahrung. ذكرى اللي هي ذكريات ومفردها ذكرى Erinnerung، فأقول لك die gute Erinnerung ist die beste، يعني الذكرى الكويسة هي دايما الأفضل، أو الذكريات الجيدة هي دايما الأفضل على الإطلاق. Erkältung نزلة برد، فأقول لك ich hab Erkältung، أنا والله عندي نزلة برد، عندي برد زي ما بنقول بالمصري. Erlaubnis يعني إذن أو تصريح، فأقول لك du kannst draußen ohne Erlaubnis nicht gehen، أنت مش مسموح لك تخرج من غير إذن. كلية يعني Fakultät، فأقول ich hab an der Alson-Fakultät studiert، يعني أنا درست في كلية الألسون. عائلة يعني Familie، فلما أحب أقول لك أنت عندك عائلة كبيرة أقول لك hast du eine große Familie، هل أنت عندك عائلة كبيرة، هل عائلتك كبيرة. لون بالجرمان يعني Farbe، فلما أحب أسأل شخص أقول له ما هو لونك المفضل أقول له was ist deine Lieblingsfarbe. حرية بالألماني يعني Freiheit، فلما أحب أقول Freiheit der Frauen ist wichtiges Ding، حرية السيدات أو المرأة تكون أهم شيء. Freiheit der Frauen ist wichtiges Ding يعني حرية المرأة تكون أهم شيء. حرية التعبير Redefreiheit، فلما أقول لك Redefreiheit hat Vor- und Nachteile يعني حرية التعبير ليها مميزات وعيوب. Vor- und Nachteile يعني مميزات وعيوب. وقت الفراغ Freizeit، فأقول لك
Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit؟ يعني بتعمل ايه في وقت الفراغ. بس كده، ده كان حلقتنا النهاردة، وهي كان أهم 100 كلمة باللغة الألمانية. كنت عايز أعرفكم فيها النطق الصحيح مع المعنى مع مثال توضيحي. فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. Wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. لو عجبتك الحلقة ديت ما تنساش تتابعني على اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك وشير عشان الفايدة تعم. Bis später guys.